هو انت واخد بنت الناس تبهدلها ولا ايه؟ بيقول لنا انا اتخانقت مع خطيبتي، كنا بنتكلم على حوار الشغل وكده. قالت لي مش هنزل انا على مرتب 2503 ده. قلت لها ما ده الواقع، ويعتبر مصاريفك اللي هتكملي بيها الشهر. وانا مرتبي هيبقى على قد البيت والتزاماته، اللي هيتبقى منه ليها طبعا. ماشي. يعني انت بتقسموا الفلوس من قبل ما، اوكي كويس ان انتوا بتتكلموا في الفلوس قبل الجواز والكلام ده. انت مرتبك على قد البيت، مصروف البيت، واللي هيبقى واللي هيبقى منه ليها طبعا. ماشي. لقيتها بتقول انا بابا لما انا بابا لو عرف مش هينزلني البهدلة دي وهيديني الفلوس. قلت لها هو باباكي هيفضل يديكي مصروف بعد الجواز؟ وايه دخل باباكي في الموضوع اصلا؟ تمام. لقيتها بتقولي انت مش ملزم. قلت لها لا، ملزم فعليا بالتزامات البيت. واللي هيفضل اكيد ليكي. لقيتها بتقولي انا خلاص هقول لماما تبقى تديني مصروف من ورا بابا. ولقيتها لما روحت بعتتلي في الشات تقولي انا مش هاخد منك جنيه ليا. طيب. لا يعني هو يعني كده، يعني انت لو مش مكفي البنت اللي انت عايز تتجوزها، يعني مش هتقدر تصرف عليها لو هي عايزة مصروف معين طالباه منك او حاجة زي كده. يا اما انت يعني تتفق معاها ان المصروف ده يقل شوية على اساس ان هو يبقى مناسب على قد دخلك. يا اما انت تشوف شغلانة تانية بعد الظهر، يعني نحاول نحل الموضوع من اي ناحية. لان احنا مش هناخد بنت الناس نبهدلها معانا. لو هي انت داخل البيت والبنت دي كانت اصلا بتشتغل ومتعودة على الشغل ومتعودة على البهدلة عشان تعرف ان يعني عارفة يعني انها في ناس بتبقى بتنزل ولادهم يشتغلوا عشان يتعودوا على البهدلة ويعرفوا الدنيا والفلوس بتيجي ازاي والكلام ده كله. خلاص. لو هي من النوعية دي وبتشتغل ومتعودة على الكلام ده، يبقى خلاص. لو انت هتشغلها بعد الجواز وهي تصرف على نفسها وانت تصرف على البيت، واللي هيفضل من فلوس من مصروف البيت لو هي محتاجة حاجة هتاخده ليها طبعا. تمام. يبقى اوكي. ولكن هي واضح انها مش بتشتغل ولا متعودة على البهدلة، لانها بتقولك انا لو بابا عرف ان انا هتبهدل البهدلة دي مش هيرضاها ليا. يبقى معنى كده ان هي مش بتشتغل ومش متعودة على البهدلة بتاعت الشغل دي. وبعدين كمان مش عاجبها الرقم، فبتقولك ايه 2500 2500 او 3000، وانا هنزل اتبهدل عشان 2500 جنيه او 3000؟ فانت لما بتقول لها الفلوس دي هي الواقع اللي موجود في المرتبات، اوكي. ولكن لو هي مش متعودة على ده يبقى احنا عندنا مشكلة. يعني هي مش متعودة على الشغل والبهدلة والكلام ده كله. يبقى معنى كده انها حتى لو هي رضيت واتجوزته ونزلت واشتغلت مش هتقدر تكمل، لان هي ما عندهاش يعني التطلع ده او الكلام ده ان هي تنزل تشتغل وتتبهدل وتعمل. حتى هي بترد عليك بتقولك لو بابا عرف مش هيرضى ليا بالبهدله دي. يعني لا هي حابه انها تنزل تشتغل ولا حتى اهلها بيشجعوها على حاجه زي كده. والموضوع بالنسبه لها يعني عادي. مش حتى بتقولك ايه، طب خلاص انا هاخد فلوس من بابا، مش عايزه بقى مصروف منك. واخر الكلام بتقولك انا هقول لماما تديني المصروف وحتى ولو من ورا بابا. ومش هتطلب منك جنيه. طب ما انت متجوزها ليه؟ عشان هي تروح تطلب من بابا؟ ما انت على رأيك انت قلت لها هو احنا بعد ما نتجوز باباكي اللي هيصرف عليكي؟ طب انت شايفه انها مش مظبوطه اهي. شوف شغلانه تانية بعد الظهر، شغلانه من البيت، شغلانه معرفش منين، شغلانه في اي حته بقى تتصرف عشان تعرف تفتح البيت. لو مش هتستنى هي تنزل تتبهدل وهي مش متعودة على كده، وهي مش من الناس اللي هي اصلا ما بتحب انها تشتغل وتشارك في البيت. وفي ناس بتحب تشتغل وتشارك في البيت، نعمل نظام الشير مع بعض. انت هتصرف انت على كذا وانا هصرف على كذا والكلام ده كله. ولكن هي مش من الناس دي. فانت المشكلة عندك في النقطة دي، يبقى لازم تحلها انت كراجل.
تشوف شغل تاني بعد الظهر تنزل تشتغله، او لو في شغل من البيت او حاجات عن طريق النت او الكلام ده كله. المهم ان انت تزود دخلك بما بيقدر يكفي البيت. مش هتقدر تعمل الكلام ده، طب ده هنقعد تاني قاعدة تاني نتكلم مع بعض. انا بقى خلاص حاولت ودورت ومش عارف ايه وما لقيتش شغل تاني بعد الظهر، او ما لقيتش حاجة تانية تزود لنا دخلنا. هنقدر احنا نعيش على الدخل ده، ولا انت برضو الدخل ده مش مناسب بالنسبة لك؟ لا مش مناسب بالنسبة لي، يبقى هنشوف حد تاني، حد تاني مناسب بالنسبة له دخلك. يعني علشان احنا ما نخشش نعمل مشاكل مع الناس، لا حد تاني، واحدة تانية تكون ظروفك انت المادية مناسبة بالنسبة لها، وربنا يوفق يا رب ان شاء الله. انا كده ما عنديش كلام تاني اقوله. اشوفكم بقى في حلقة جديدة. باي باي.